السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. انا جيتكم اليوم بقراءه جديده اللي هي قراءه برج الاسد. بالنسبه لهاد الايام المقبله من شهر ديسمبر اللي هو شهر 12، ونشوفوا كيف ستختم السنه يا برج الاسد. هاد القراءه غتكون قراءه عامه، وطبعا هاد القراءه كتنطبق على الذكر والانثى. قبل ما نبداو هاد القراءة كما العادة كنطلب منكم صديقاتي أصدقائي أنكم تشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد. وبغيتكم تدعموني وتزيدوا تدعموني بلايك، وتا أنا نبقى دائما نفيدكم ونعطيكم الجديد. كيف ما كنقول لكم دائما أن الاشتراك فابور يعني بلاش، والضغط على زر لايك حتى هو فابور يعني بلاش. فاشتركوا عندي ودعموني، وتا أنا دائما في خدمتكم. فنتوكلوا على الله ونبداو بقراءة برج الأسد. برج الأسد. برج الأسد، عندك بداية جديدة، عندك فرحة كبيرة غتكون عندك في الأيام المقبلة. برج الأسد، كنشوفك داخل في علاقة جديدة، عندك حب جديد. كنشوفك صراحة هاد الأيام مرتاح نفسيا، يعني عكس الأيام اللي فاتت. برج الأسد كان دائما مضغوط نفسيا، دائما متضايق، دائما مقلق، لكن الحمد لله الحين برج الأسد مرتاح لأنه داخل في علاقة جديدة وعنده ارتباط جديد. برج الأسد، أنا كنشوف الشريك، كنشوفه إنسان صادق، إنسان أوكي، يعني إنسان طيب. فكنشوف أن هاد العلاقة إن شاء الله غتمشي لبعيد، غيكون فيها الخير، فيها أخبار سارة، عندكم لقاء رومانسي في الأيام المقبلة إن شاء الله. عندك اتصال يا برج الأسد. فكنشوف غيكون عندك استقرار عاطفي في هذه الأيام المقبلة. برج الأسد، كنشوف عندك انتقال، يمكن غتنتقل من البيت اللي انت فيه أو مثلا من العمل، أو المهم عندك انتقال، يعني غتنتقل من مكان لمكان. لكن كنشوف انا هاد الانتقال، ولو غادي تنتقل مثلا كيف ما قلت لك ممكن تغير المكان اللي كتسكن فيه او مثلا مقر عملك، لكن كنشوف صراحة ما غاديش تكون مرتاح في هاد المكان الجديد اللي غتنتقل ليه. صراحة ما كنشوفش ان يعني غيكون عندك الراحة او لا، ما عرفتش. لكن برج الأسد. برج الأسد، كنشوف كاين عندك سفر، غتسافر في هاد الأيام المقبلة. نقدر نقول لك أن هاد السفر غيكون مع الحبيب أو الشريك، أو مثلا غادي تسافر لمكان آخر باش تلتقي مع الحبيب. كنشوف هاد السفر غيكون فيه الخير، غتكون فيه الفرحة، فيه السعادة. إلا كنتي غتسافر فتوكل على الله يا برج الأسد. برج الأسد. برج الأسد، أنت عندك العين كتير كتير. برج الأسد، أنت محسود، يعني ومحسود من أقرب الناس ليك، الناس اللي حواليك. ممكن زملاء في العمل أو مثلا أصدقاء مقربين منك. فكنشوفك عليك العين كتير كتير، ومحسود على أي خطوة عملتيها، وإلا أنت محسود عليها يا برج الأسد. فلذلك كنشوف أن كانت برج الأسد دائما فرحتك ما كتكملش. يعني مهما كتعملوا، مهما يعني لكن دائما فرحتك ما كتكملش. أحيانا حتى كتلتقي يعني بالشخص المناسب، كتشوفوا أنه شخص مناسب،
وكتقول أن غادي يكون شريك حياتك، لكن دائما فرحتك ما كتكملش من دون سبب. يعني بعض المرات هاد الشخص اللي كتلتقي به كيختفي يعني من دون سابق انذار. فهاد الشي كله من العين والحسد، يعني محسود كتير كتير والعين حواليك. برج الأسد. برج الأسد، انت كان عندك فلوس، كنتي كتشتغل، كان عندك فلوس، لكن شنقول لك، كأنك كتكب الماء في الرملة. يعني فلوسك دائما كتطير، يعني كتجمع كتعمل مجهود وكتشتغل وكتجمع فلوس، لكن في الأخير ما كتلقى عندك حتى حاجة. نفس الوقت الحالي، وقت الحالي برج الأسد أنا كنشوف كاين عندك واحد الأزمة مادية كتعيشها حاليا، لكن الأيام المقبلة كاين فلوس غتجيك، ممكن على طريق شغل أو مثلا على شي عمل، عفوا على شي مشروع غادي ناوي تعمله، أو المهم كاين فلوس عند برج الأسد غيجيوك في الأيام المقبلة إن شاء الله وفي قريب. بعض الناس من برج الأسد كنشوفهم داخلين في مشروع جديد، لكن هذا المشروع الجديد اللي انت فيه يا برج الأسد كنشوف أن غيكون فيه الخير في المستقبل، لكن كيبغي شوية صبر، لأني كنشوف داخل انت حاليا في مشروع، لكن بعدك ما استلمتي حتى شي فلوس، حتى أي شيء. يعني غيكون الخير وغادي تستلم فلوس، لكن بعده شوية بعيد، يعني لازم يبغي لك الصبر كتير كتير، كيف تنقولوا، باش توقف على رجليك. كنشوف كاين شخص غادي يقدم لك دعم أو مساعدة مالية. هذا الشخص كنشوفه شخص مقرب منك، ممكن حبيب أو شريك أو مثلا صديق. هذا الشخص غادي تلتقي به وغادي يقدم لك واحد الدعم مالي أو واحد المبلغ مالي في الأيام المقبلة إن شاء الله. برج الأسد، كنشوف البعض منكم، نقدر نتكلم على المتزوجين الحين، كنشوف كاين البعض منكم داخل في مشاكل مع الشريك أو الزوج. كنشوف البعض واقفين في المحكمة، وعندهم دعوة في المحكمة بينك وبين الشريك، ممكن قضية الطلاق أو قضية النفقة. كنشوف البعض منكم أو هاد الناس اللي تكلمت عليهم، المتزوجين اللي كنشوفوا عندهم مشاكل في المحكمة، عندهم يعني دعوة في المحكمة. كنشوف أن كاين، مهما كاين الحب بينكم، لكن ما كاينش تفاهم. فهاد التفاهم، هاد سوء التفاهم وهاد العناد اللي في العلاقة، فهو اللي وصلكم المحكمة. فأنا كنشوف برج الأسد، بعض الناس من برج الأسد كيف ما قلت لك كنشوفهم حاليا داخلين المحكمة، واقفين على الطلاق. البعض منكم عنده قضية، ممكن قضية نفقة. نقدر نقول لك أن القضية غادي تكون، يعني غتسمع عليها أخبار خير، لكن يمكن شوية بعد شوية متأخر هذا الشيء. نقدر نقول لك الحبيب أو الشريك اللي عندك معاه مشاكل ممكن يكون من برج الدلو، أو من برج السرطان، أو من برج الأسد مثلك، أو من برج الحمل. هاد الأبراج اللي ذكرت، فالشريك واحد من هادو. كنشوف كيف ما قلت لك كاين واحد المشاكل، كاين انفصال، لكن صراحة ما كنشوفش كاين صلح الوقت الحالي، ما كنشوفش كاين صلح، لكن
نقدر نقول لك أن القضية غتكون في صالحك يا برج الأسد. برج الأسد، كنشوف الأيام المقبلة إن شاء الله، كنشوف غيكون عندك شيء جديد في حياتك، شي حاجة اللي إن شاء الله غادي توفق فيها يا برج الأسد. ممكن كيف ما قلت لك مشروع جديد، أو مثلا دراسة، أو المهم شي حاجة اللي غادي توفق فيها وغادي تكون عندك يعني، وغتكون مرتاح فيها إن شاء الله، وعندك الخير في الأيام المقبلة بإذن الله. كنشوف البعض منكم، بعض الناس من برج الأسد الأيام المقبلة كنشوف طاقتك غتكون إيجابية إن شاء الله. غادي تطلع يعني، أو غتخلص من الضيق والحزن اللي عشتيه في الشهور اللي فاتت. كيف ما قلت لك برج الأسد مر من أزمات، مر من مشاكل، مر من أحزان. يعني كانت عندك واحد المشاكل، كان عندك وقف الحال، أن أمورك كلها كانت واقفة، كلها كانت معرقلة في الشهور اللي فاتت والسنوات اللي فاتت. فبرج الصراحة برج الأسد يعني بعد عناء طويل طويل، فالحين الحمد لله عندك انفراجات في الأيام المقبلة. كنشوف البعض منكم غادي يتوفق إن شاء الله في عمله أو في مشروعه، أو المهم غيكون عنده إن شاء الله فلوس في الأيام المقبلة عكس الأيام اللي فاتت. كنشوف برج الأسد غيكون عندك ارتباط جديد، والعلاقة كيف ما قلت لك غادي ممكن تطور الخطوبة والزواج. عندك فرحة، عندك أخبار سارة من عند الحبيب أو الشريك، فأمورك غتكون يعني جيدة في الأيام المقبلة إن شاء الله يا برج الأسد. فهادشي اللي كنشوف عند برج الأسد في الأيام المقبلة. فيلا شكرا، خليكم تبقوا على خير. كنرجع وكنطلب منكم أنكم تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم جديد، وبغيتكم تدعموني وتزيدوا تدعموني بلايك، وتا أنا نبقى دائما نفيدكم ونعطيكم الجديد. يلا شكرا، تبقوا على خير.